أطيب سناك صحي، باقلة مقلية بالليمون، زيت الزيتون، ثوم والكمون. دبس الرمان، أول شي نجيب زيت زيتون، طبعا الكمية اختيارية، أنت تريد دهينة حط لها زيت زيتون زايد، تريد لا أقل حط أقل. نجيب سن واحد ثوم نبرشه ونقلبه بزيت الزيتون الحار ونخليه يتقلى. بعدين شو نسوي؟ نتركه إلى أن يذبل. نجيب ملح، الملح اختياري طبعا، إذا الفول أو الباقلة مالحة نخلي شوية. نجيب رشة كمون، طبعا الكمون هو الدواء مع البقوليات. نجيب الكمون، نرش الكمون ويا الثوم والملح ونخليهم يتقلون إلى أن نشوف الكمون صار لونه مثل الطحين المقلي، هيجي أشقر طوخ. طبعا من يصير أشقر طوخ معناها شنو؟ معناها الزيت تشبع بكل التوابل. نجيب عصرة ليمون عليه وهو حار، ايش قد ما تقدرون خلوا زيت، ايش قد ما تقدرون خلوا ليمون. وهاي الهزة العجيبة على مود نمزجها لأنه صعب نمزج المواد بسهولة. جيبوا علبة باقلة جاهزة، أو إذا عندك باقلة مسلوقة بالبيت مو مشكلة، جيبوا علبة ثانية لأن الكمية تكفي علبتين. هسه هنا راح نظل نقلب وهو يتقلى إلى أن تشوفونه صار شنو يعني يلمع. نجيب له رشة كمون جديدة، نرش له كمون من جديد، لأن أطيب شي ويا الباقلة هي الكمون. جربوها وطبعا راح تقولوا لي رحم الله والديك. استمر نقلب، تقليب طبعا من وقت لوقت، بس أنا اختصرت لكم إياه هنا بالفيديو. بعدها ايش راح نسوي؟ راح نجيب رشة بسيطة من دبس الرمان، بعد ما شفنا قدامنا الفول أو الباقلة وصلت مرحلة إنه هي مقرمشة. هنا من تحطون دبس الرمان راح تخلوه تقريبا في 15 ثانية 20 ثانية بس تقلبوها. ليش؟ لأن دبس الرمان يلجع وانتم ما تريدون يصير بطعم مرورة، بس يبدي يتقلب هيجي. شوفون شلون دا يتقلب كأنما يعني كراميل. قلبوه وبس، وكان الله غفورا رحيما. خلصنا الأكلة مالتنا. هسه شو راح نسوي؟ ناخذ الطاوة مثل الأبطال ونروح ندور لنا ماعون. نجيب الماعون، نخلي الماعون نصفط بيه الباقلة، بس طبعا راح تلقون بعض الباقلة فاصلة القشر عن اللب عادي، لأن انتو كل ما تقلبون أقوى كل ما انه راح تنمرد أكثر. شوفوها شلون أيبا، طبعا الريحة مالتها تخبل، لازم تجربوها طبعا، وإذا جربتوها راح تشوفون انه هي عجيبة. تاكلوها بخبز، تاكلوها فارغة، اللي يعجبكم. بالنسبة لي أحب أكرز بها مثل الكرزات. ليش أروح أجيب لي كرزات ما أعرف شلون قايلة؟ هذه الباقلة أطيب سناك العصرية تاكلها إذا ما تريد تتغدى. وتشوفون البخار، تشوفون شلون هيجي تلمع ومحمصة. طبعا كل ما تبرد راح تقرمش بالزايد. ومن هسه أقولكم ألف صحة وعافية، جربوها وقولوا لي رأيكم. محبة. وطبعا هذا أول فيديو بالقناة، إذا حبيتوه إذا عجبكم قولوا لي حتى أسوي لكم بعد هواية وصفات عجيبة وغريبة. زين، يلا أشوفكم بالفيديو الجاي. وإذا عجبكم الفيديو طبعا مو تنسون تسوون لايك، سبسكرايب، شير. باي باي.